خلصنا صيام رمضان وداخلين على العيد، وعشان ضحكتك في الصور تطلع مظبوطة وما تقلبش معاك بوجع مفاجئ ركز معايا في النصايح السريعة دي. أولا العيد يعني قهوة وكحك وبسكويت وبوتيفور طول اليوم، والمشكلة إن القهوة ومعاها السكر بيعملوا طبقة تصبغات قوية جدا وكمان بيزودوا التسوس بسرعة كبيرة جدا. فالحل إنك تشرب مية مباشرة بعد فنجان القهوة مهم جدا عشان تغسل أسنانك أول بأول. ثانيا بلاش تستخدم أسنانك كفتاحة أو أداة لكسر المكسرات الناشفة أو جوز الهند، لأن ناس كتير جدا بتكلمنا في العيد يا دكتور الحقني ضرس اتكسر، وطبعا العيد أجازة وصعب تلاقي دكتور يلحقك لو ضرس عندك أو سنة اتكسر. تالت حاجة لو أنت من الناس اللي بيحبوا ياكلوا فسيخ أو رنجة، فالمضمضة بمية وملح هي صديقتك الصدوقة علشان تقتل البكتيريا وتقلل التهابات اللثة. وطبعا ما تنساش تنظيف اللسان لأن هو المخزن الرئيسي لرائحة الفم دي. وأهم نصيحة لو كنت مأجل تنظيف الجير فده أحسن وقت تعمله علشان تدخل العيد بنفس منعش وأسنان بتلمع. ولو عايز أسنانك بيضة قوي في العيد فأنت ممكن تعمل تبييض أسنان بالليزر، جلسة سريعة هتاخد منك ربع ساعة وأسنانك هتبقى بتلمع وبيضة زي اللولي. ولو عندك مشاكل كبيرة في أسنانك وتصبغات شديدة مهما عملت تبييض برضه مش بتروح، فالحل هنا يا صديقي إن أنت ممكن تعمل فينيرز يعني عدسات تجميلية، وكلمنا عنها قبل كده كتير في فيديوهات تقدر ترجع لها. ولو وصلت معايا لحد هنا فأنت مطلوب منك 3 حاجات يا صديقي. الحاجة الأولى هتصلي على حبيبنا النبي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحاجة التانية هتبعت الفيديو ده لحبايبك وتقول لهم كل سنة وانتم طيبين عشان العيد. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وفولو، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين وسلام.